الذهب، وده ليه؟ لقيمة الذهب كمعدن غالي ونفيس بين الناس. عن الذهب زمان والذهب دلوقتي هتكون حلقتنا النهاردة ومن فات قديمه. ايه رأيكم في الاسورة دي؟ تجنن، تقتل. دي احلى منها. طب شوفي دي احلى من دي. والنبي ما انتوا عارفين حاجة. طب بصوا البتاعة الحلوة دي. استني يا عديلة، دي اخر موضة ولا هي اسمك ايه؟ لا الحقيقة كلكم ذوقكم وجنن تهبلي، والعروسة كمان يليق عليها كل حاجة. خلاص انا هاخد دي. يا فتح يا علي، ادي 10 جنيه. يا بنتي اسمعي كلامي، دي احلى وتقيلة. ومال؟ تاخد دي كمان. بقوا 20. بذمتي هتندمي ان ما خدتيش دي. وعلى ايه تند؟ خدي دي كمان. بقوا 30. يعني انا اللي ذوقي طلع وحش؟ مين قال كده؟ ده انت ذوقك حلو. خدي دي كمان. بقوا 40. ايه ده؟ انا هاخد كام اسورة؟ ان شاء الله تاخد 10. الله، اللي في مقام بنت المعلم عطيه بتاع المرشيدس لازم تلبس في كل مناسبه اسوره شاكي، ولا ايه يا جماعه؟ مظبوط يا اخويا. انتوا هنا طبعا في الصاغة جايين تشتروا ذهب. بتشتروا شبكة؟ شبكة. اكيد حضرتك العريس. بالظبط كده. العروسة؟ ايوه. مامة العروسة ولا مامة العريس؟ مامتهم الاثنين. مامة الاثنين طبعا. نسأل العروسة بقى. زمان كانت العروسة بترضى مثلا بخلخال، دلوقتي العروسة تقول لا انا مش عايزة ذهب احمر حتى او ذهب ابيض، انا عايزة سولوتير والماس. انت دلوقتي بتفضلي في شبكتك تكون ذهب ولا سولوتير؟ يعني هو حسب الامكانيات بالظبط، يعني هي اللي بتحدد بالظبط يعني. بس هو غالبا بيبقى الذهب يعني كويس. الذهب لسه ليه برضه؟ اكيد طبعا اكيد. وهي بتقول الامكانيات بقى. المناسبات يعني في مثلا مناسبة تستاهل ان تلبس الماس او سوليتير او كده، وفي ممكن تلبس ذهب يعني حسب بس اللي ماشي دلوقتي حاليا هو بيبقى الذهب عشان بيناسب جميع الاوقات. صابت كتير وقالولي استاهل الذهب واللولي، من بين الحبايب واحد بتشاوري عليه وتقولي، من بين الحبايب واحد بتشاوري عليه وتقولي، حبيبي اهو خطيبي اهو. واحنا في الصاغة هنا وتتفرجوا على الفاترينا وشايفين الذهب. زمان الذوق بتاع الذهب بيختلف عن دلوقتي؟ اكيد طبعا. في ايه بالظبط؟ في النقاشات وكل حاجة يعني. زمان مصنعية زمان كان بالنسبة للخرط وللمخارط وللمعالق وللحاجات دي السبايك. النهارده لا، الاشكال طبعا اتغيرت غير الاول. يعني انت شايفه او حاسه من انت شايفاها ان مصنعية زمان احسن من مصنعية دلوقتي، ولا مصنعية دلوقتي احسن من مصنعية زمان؟ لا بالطبع مصنعية زمان احسن غير دلوقتي. الصنع القديم النهارده ما فيش منه، النهارده الصناعي قليل جدا بتاع زمان. زمان كان الصناعة يدوية، دلوقتي دخل فيها المكن. زمان كانت اكثر دقة، بس المكن دلوقتي بيطلع تشكيلات او فرم احلى من زمان. لا زمان كانت احلى، يعني انت ما بتجيب الطراز القديم غير الطراز الحديث. ومن داخل حي الصاغة كان لنا هذا اللقاء مع احد اصحاب محلات الذهب. اهلا بحضرتك. اهلا بيك. نتعرف بيك؟ احمد عليش. اهلا وسهلا، كل سنة وانت طيب. وانت طيب. بالنسبة لصناعة الذهب، هل نقدر نقول ان المثل القائل من فات قديم وتاه بينطبق على هذه الصناعة؟ اكيد. في ايه بالظبط بقى؟ الذهب زمان يعني كان المصنعية بتاعته مش زي دلوقتي، ما كانش فيه مكن، ما كانش فيه تطوير، ما كانش فيه علم بيخدم الشغل يعني. طب حتة الذهب مش لما تبقى معمولة يدوي بتبقى اكثر قيمة من حتة الذهب المصنوع بالمكن؟ ان بيكون فيها شغل وبتاخد مدة طويلة وبيبقى فيها روح، تحس ان الذهب فيه روح يعني. بس اما المكن ما بيبقى سبك يعني. بنسمع عن انواع كتير من الذهب، يقول لك ده ذهب ايطالي، ده ذهب تركي، ده ذهب بحريني، ده ذهب عادي. هذه الانواع بتختلف في ايه بالظبط؟ الذهب الايطالي بيبقى داخل فيه الذهب الابيض والتفنيش بتاعه بيبقى حلو. التركي بيبقى عشان كده المصنعية بتاع الذهب الايطالي بتبقى اكتر من بيبقى غالية. الذهب التركي ده بيبقى عيار واطي، مثلا عيار 9، عيار 6. الذهب البحريني ده بيبقى دهب عيار 21، عيار 22 بس. المصنعية طبعا بتختلف حسب العيار، لان كل العيار ما بيزيد المصنعية بتقل. ممكن
مظبوط. لا بس في مثلا شغل 21 فاشون يعني مش ما شغل. يعني الشغل اللي تقدر تعمله في حتة الذهب عيار 18 او عيار 9 تقدر تعمله في حتة الذهب عيار 21؟ ممكن حسب الطلب. بالنسبة لسوق الذهب بقى، الإقبال عليه زي زمان ولا في اختلاف بين زمان ودلوقتي؟ لا في اختلاف بسيط يعني. كان زمان كانت كل الناس تعرف الذهب، دلوقتي الناس بتتجه للألماس شوية، عايزة تشتري ألماس. اللي عايز مثلا يتجوز بقى يجيب خاتم ألماس، ما بقاش يجيب طقم. يعني كل عروسة عايزة الشبكة يبقى فيها ألماس فيها سوليتير، مش عايزة الذهب بتاع زمان. الذهب خف يعني. يا دبلة من دهب قولي ليه مكتوب ده الاسم بالذهب منقوش على القلوب، منقوش على القلوب. القلب وانشابك وافرح مع الشبك، القلب وانشابك وافرح مع الشبك. نتعرف بحضرتك؟ حسن عبد محمد. أم حسن، لو كلمتنا عن مراحل صناعة حتة الذهب من ساعة ما تبقى حتة خام لحد ما بتوصل كده وبتشكلها قطع فنية جميلة دلوقتي. ده طبعا بيجيلنا خام، فبتحيف وبتسيح وبعد كده بيتجلخ، وبعد كده طبعا بنسحبه مثلا حاجة زي كده شنيرات. بتسحبه بإيه؟ شنيرة. يعني إيه شنيرة؟ شنيرة اللي هي زي اسورة او كوليه. الشكل ده هو اسمه شنيرة؟ دي اسمها شنيرة. وبيصنع برضو منها كوليهات زي كده. خدت بال حضرتك. وفي طبعا مكن بيلف، وبعد كده بيخش طبعا مراحل حاجة زي جلخ على اساس يدينا برضو الشكل دوت، وبعدين احنا بقى بنشطبه في النهاية. طبعا حسن، لو عرفتنا ايه هي الادوات او العدة اللي انت بتستخدمها في صياغة هذه المشغولات الذهبية. طبعا ده بيجي لنا خام وبيسيح، وبعد كده بيخش مرحلة اللي هي الجلخ. ايه اللي انت بتقول بالجلخ بيه ده اسمه ايه ده؟ ده دهب. ده طبعا بيبقى سبيكة بتتجلخ، وبعد كده طبعا في مراحل تانية بنلفها. خدت بال حضرتك. وبعد كده يعني بتسيح. ده اسمه ده دهب؟ ده دهب ده. بس انا يعني احنا عارفين ان الدهب بيبقى لونه اصفر او احمر. عشان طبعا محمية من النار، طلع طبعا مسود ده. يعني هو ده شكل الدهب الخام؟ ده شكل الدهب الخام. بيبقى لونه كده، لونه مايل للرمادي او مايل للسواد تقريبا. سواد، ما بقاش بالاصفر ده. طب ايه هو اللي بيديله الصفار ده؟ اللي بيديله الصفار دوت في حاجة اسمها غلاية مية نار. بنحط الشغل في قلبها بيطلع الشغل. هي دي مية النار؟ هي دي مية النار. بيطلع الشغل اصفر. بيخش طبعا على موتور جلة، بيتلمع بفرشة، وبعد كده قطن الجماضة بيدينا اللون الطبيعي بتاعه. ايوه. اللي هو الدهب الاصفر. طب وده ايه بقى بالظبط ده؟ ديت اللي هي الحاجات اللي بنستخدمها في الشنيرات اللي هي زي دي، بتطلع معانا مدورة. وفي طبعا مكنة الجلخ بره بنجلخ عليها تدينا الشكل دوت. انا شايف في ارقام كده على الخروم ديت. ما طبعا الخروم ديت عليها ارقام 14 24 20. مع حسب المقاسات طبعا اللي انت تشتغل عليها. كنت بقى حضرتك في مثلا مقاسات واسعة، في مقاسات ضيقة. حسب طبعا الشغل اللي بتطلب منك. انا شايف قدامك خواتم يعني زي الخاتم اللي في ايدك ده. تقدر تقول لنا ازاي بتعمل الخاتم بشكل المدور ده او بقطره ده؟ في طبعا ارانيك بنشتغل عليها، وبعد كده طبعا بيتجمع الخاتم. ده اللي هو ده ولا؟ لا دي طبعا موارد بنحسن بيها. عايز طبعا الخاتم بيبقى خشن ناعم بيه. في حاجه برضه زي كده صنفره، عايز برضه ايه بنصنفرها. الاورنيك ده اسمه اورنيك اللي انت بتعمل عليه القطر بتاع الخاتم. ده بيختلف طبعا، يعني بيبقى زي حجم الصباع بتاع البني ادم مثلا. حاجه مثلا زي كده بنشنكر عليها، بنطلع عليها مثلا وش الخاتم. في حاجه اسمها سيخ زي دوت، في سيخ زي دوت بنعدل عليه بيدينا المدور. ولو افرض بقى واحد خاتم ضيق وعايز يوسعه يعمل ايه؟ او انت بتوسعه له بتدخله كده تدق عليه مثلا يوسع ولا ازاي؟ المكنه اللي هي دي بتوسع. لكن بالنسبه للتضييق طبعا لازم الخاتم بيتقطع وبيتلحم، وبعد كده بيخش برضه مرحله التلميع، بيرجع زي ما كان. هل في صناعه الذهب نقدر نقول ان من فات قديم وتاه؟ يعني الادوات اللي انت بتستعملها هي نفس الادوات مثلا اللي كانت من 20 سنه من 30 سنه، ولا في تقدم تكنولوجي او في ادوات حديثه طرأت على هذه المهنه؟ لا في طبعا يعني حاجات حديثه اللي هي مثلا ايه المكن دي يعني بتدي مراحل تانية. لكن بس برضه اساس الصنعه ما تستغناش عن اساس الصنعه اللي هي الحاجات اليدويه دي. ما دي لازم، دي اساسي. الحاجات اللي هي القديمه اللي احنا بنشتغل بيها دي اساسي. شباب نفس بليته وقرينا فتحي
مشاهدينا الأعزاء، ومن داخل ورشة صناعة الألماس تجولنا فيها عشان نتعرف على المراحل اللي بتتم في هذه الصناعة. أتعرف بيك؟ محمد. أهلا بيكم. عايزة أعرف في البداية التطور اللي حصل في صناعة الألماس من زمان. هذه المهنة على أذواق عرفان زمان وأذواق عرفان دلوقتي، ويسعدنا أن نناقش هذا الموضوع من وجهة نظر أخرى مع الأستاذ صفوت عبد اللطيف سليم المأذون الشرعي. أهلا بحضرتك معنا. أهلا بحضرتك. أستاذ صفوت، موضوع الشبكة والذهب في الشبكة، هل نقدر نقول إن من فات قديم وفي هذا الموضوع ده؟ لا يمكن. الشبكة دلوقتي حاجة أساسية بالنسبة للأزواج، وهي ما تسمى في الفقه بالخطبة وتقديم الشبكة، وهي أول مرحلة من مراحل الزواج. هل حضرتك الشبكة زمان اختلفت عن دلوقتي؟ الذهب هو ولكن قيمته المادية تزايدت، والريتم بتاع العصر زاد، والأذواق بتاعت الناس تغيرت الأول عن دلوقتي، فكل وقت وله الأذواق بتاعته وله الحاجة بتاعته. فالأول كان ليه وضع معين، والآن ذوق معين الناس بتختاره. ده حضرتك من حيث الأذواق بتاعت الذهب في الشبكة، لكن زمان كان الذهب بيخش في القايمة عند عقد القران. هل هذا التقليد موجود لحد دلوقتي؟ هذا التقليد موجود، وخاصة في الأرياف، وخاصة الناس بتوع الوجه الإبلي بيصروا وبصفة تامة بإثبات قيمة الذهب في قائمة المنقولات الخاصة بالزوجة. فالذهب في هذه الحالة بينقسم إلى قسمين: الذهب الخاص بالزوجة وهو ما جاءت به بيت الزوجية اللي هو والدها جايبه لها أو هي مشترياه، والقسم الثاني وهو الشبكة اللي جايبها لها العريس. فبيختلفوا في إثبات الذهب في قائمة المنقولات. فإذا كانت الزوجة جاية به من بيت والدها، فبيصر والدها على إثبات الذهب في قائمة المنقولات على أساس أنه حق خاص من حقوق الزوجة. أما نقطة الخلاف الأساسية فبتبقى هل الشبكة اللي قدمها الزوج لزوجته في الخطبة هل تثبت في قائمة المنقولات ولا لا؟ لو حضرتك كلمتنا عن أطرف المواقف في حالات عقد القران واللي ارتبطت بالذهب في الشبكة. والله هي مواقف كثيرة، ولكن أظهرها وأصعبها كنا بنعقد عقد قران لجماعة من الوجه القبلي، وأصروا على كتابة الذهب في قائمة المنقولات، ولكن حدث خلاف بين أهل الزوج وأهل الزوجة. دول عايزين يكتبوا الذهب في قائمة المنقولات، ودول غير موافقين على كتابة الذهب على أساس أنها متعلقات شخصية. وجاء أهل الزوجة وبقى العصيان اترفعت وبقت شغلانة يعلم بها ربنا، وكنا موجودين. فطبعا احنا متعودين ان احنا نمتص الغضب بتاع الناس، والراجل اللي معانا طبعا احمر وخضر وحاجات زي كده يعني، فالعصي بتخبط بره. واحنا في الحقيقة يعني لمينا الموضوع، وفي خلال نص ساعة او ساعة كانت الامور استتبت، والحمد لله تم عقد القران. ودي كانت يعني من اصعب المواقف بالنسبة للشبكة اللي احنا تعرضنا لها. حضرتك لو كلمتنا عن المأذون زمان ودلوقتي، هل في اختلاف؟ طبعا ما فيش اختلاف جوهري في وظيفة المأذون، لكن بالتالي في اختلاف طرأ على شكل المأذون، على الأدوات اللي بيستخدمها مثلا. يعني مأذون زمان بيختلف عن دلوقتي؟ مأذون زمان هو مأذون دلوقتي، ولكن الرتم بتاع الحياة هو اللي اتغير. المأذون هو المأذون منذ أن أذن له القاضي الشرعي بإجراء عقد الزواج. أما الآن فإذا كان المأذون تغير فتغير بالزي بتاعه طبقا للحضارة. مأذون مودرن دلوقتي. طبقا للحضارة والمدنية. إنما الأسايم تغيرت في شكلها لتواكب العصر اللي احنا عايشين فيه. اضافت حاجات كانت مش مضافة في وثائق الزواج السابقة. طلع الدفتر بالشنطة خلينا نشوف شغلنا. طلع. حاضر. هات خلصني.
توكلنا على الله. هات يا سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل الفاس ما تقع في الراس. بس لما تشق دماغك يا اخي. يا اخي خلاص اخلص خالص. ده في 3 على ذمته. وادي معاك. يا استاذ. يا نعم. يا استاذ. نعم. ربنا يتمم على خير. تعيش. توكل على الله يا مولانا. العروسه وقفت. طالما في بين القديم والجديد كلام مفيد يبقى لسه باقي كلام كتير، ونتقابل في الحلقة الجاية ومن فات قديم. خد الجمال بقى. هتقول جديد وعلى قديم. يا عيني يا عيني. نعم. ده فيه جديد زي عديم. هو ده الفن.